هذا أمر لا بد من الانتباه إليه حتى نستطيع أن نحفظ أولادنا من كل سوء وشر، وأن نرفع قف الضراعة للرحمن عسى أن يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت يا رب على الحق أقدامنا. اللهم ردنا لدينك مردا جميلا. اللهم إنا نسألك باسمك الشافي أن تشفي ولدنا زيد يا رب العالمين. اللهم اشفه شفاء عاجلا غير آجل. اللهم اشفه شفاء عاجلا غير آجل. اللهم اشفه يا رب شفاء عاجلا غير آجل، شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما. اللهم لا تفجع أهله فيه يا رب العالمين. اللهم لا تفجع أهله فيه يا رب العالمين. اللهم رده سالما آمنا يا رب العالمين، معافا يا رب العالمين من كل أذى وشر. اللهم رده إليك يا رب، اللهم رده إلينا يا ربنا سالما معافى من كل شر. اللهم إنا دعوناك بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فاستجب لنا يا ربنا ببركة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا دعوناك يا ربنا كما أمرتنا، فاستجب لنا يا ربنا كما وعدتنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. هذا وما كان من توفيق فمن الله وحده، وما كان من سهو أو تقصير نسيان فمني ومن الشيطان، والله ورسوله براء. وأقم الصلاة.